بصحى. ده الحلم اللي انا حلمته، اللي مش عارف ده حلم ايه، وبصراحه كنت قايم مخضوض منه وقايم مسروع يعني. ولقيت منعم مؤمن جم وقعدنا وبدانا نتكلم. وبعد بحث منعم ومؤمن في النت بقى وحاجات كده كتير، ويسالوا بقى الناس اللي نعرفها، انا مش في دماغي اسال اي حاجه، انا صاحي من تعب. فاكتشفوا ان ممكن حرق الكتاب يبطل كل حاجه بيعملها، بس بيأذي الحارس او المارد او الخادم بتاع الكتاب. فيا عالم انا لما حرقته اذيت انهي واحد او اذيت مين اللي بيعمل فيا كده، وان دي يا دوب مجرد بدايه. فاقترحنا ان احنا يبقى عندنا وسيله تواصل مع العالم الاخر، بس مش عارفين ايه وسيله التواصل دي. كان الموضوع صعب بالنسبه لنا، اصل مش معانا شمس المعارف، يعني على الاقل شمس المعارف بيبقى فيه حاجات مش معانا، ده مش معانا، هنجيب منين؟ ما كانش قدامي اي حل غير ويشا. هي الوحيده اللي ممكن زي ما بيقولوا يعني بتتواصل مع العالم الاخر. فما كانش قدامنا غير ان احنا نلعبها مره كمان. بالفعل قعدنا كلنا، اتلمينا في الاوضه عندي وبدانا نلعبها مرتين 3، مفيش اي حاجه بتحصل. زهقنا منها وسبناها. ما انت ما بتعمليش حاجه، ايه الخرا اللي انت فيه ده؟ ولكن قمنا نعمل اكل ورجعنا لقينا ويجا مكتوب عليها جمله كده مرسوم عليها رسمه. الجمله دي بتقول: السلام عليكم يا باشا في الدنيا، عاملين النهارده؟ منورين القناه مشرفينا دايما. معاكم احمد رغاي. طبعا انا بعتذر جدا جدا ان انا بنزل فيديوهات قليل قوي الفتره الاخيره دي بالذات، بس انا خلاص ناقص لي دوريه واحده واخلص جيش وافضلكم بقى تمام. طيب انا النهارده جاي اصالحكم. ازاي بقى جاي اصالحكم؟ في فيديو كنت عامله قبل كده عن ان انا حرقت كتاب شمس المعارف، والفيديو ده انا كنت طالب فيه 2000 لايك عشان اكمل الجزء الثاني. ما وصلش ل 2000 لايك، شكرا جدا ليكم. انا جاي اعتذر بقى ان انا بقدم الجزء الثاني من قبل ما يوصل ل 2000 لايك. يلا اي خدمه. اعتذار معلش بقى، قصه كده بقى من اللي حصلت لي والحاجات دي كلها حصلت لي انا ومؤمن ومنعم، ومش هطول عليكم اكتر من كده. صلي على النبي لو ما صليتش على النبي النهارده، وما تنساش تعمل سبسكرايب اللي هو اشتراك، ولايك اللي هو اعجاب، وتعمل شير بقى للحلقه والنبي تنزلها في كذا مكان بقى كده، جدعانه لاخوك بقى فاهم. واي حد في الجيش يعني ايه ربنا يعني يبارك له. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد النبوي الشريف، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وكل سنه وكل الناس بخير. بس كده، مش عايز اقول اي حاجه تاني. يلا خش في الكومنت وقول لي رايك في الحلقه لما تخلص، وصلي على النبي كده ومسي عليا كده في الكومنتات، وظبط الدنيا ولايك وعيش حياتك. خش بقى. وقفنا في الجزء الاخير عند نقطه ان احنا كنا بنحاول نتواصل بالعالم الاخر بسبب ان احنا خلاص حرقنا كتاب شمس المعارف، وانا تعبت بعدها وحلمت حلم كده. انا حابب افكركم بالحلم ده. اول ما خرجت من المستشفى وقعدت يعني مع منعم ومؤمن، فسابوني ارتاح وروحوا، فضلت انا بقى في البيت، فنمت وحلمت حلم. الحلم كان هو ايه؟ كان في كيان او شيء غريب بيجري ورايا. الكيان او الشيء ده انا مش فاكر شكله دلوقتي، بس انا كنت فاكره في الحلم. فكنت عمال ببص عليه وانا بجري، يعني بخطف لمحه كده وارجع تاني عشان اشوف قدامي، ولكن مش فاكر شكله خالص. بس انا فاكر ان انا كنت خايف منه جدا لدرجه ان كنت بجري. انا بجري فين بقى؟ بجري في تراب، كل اللي حواليا تراب، مقابر، ومش عارف اعمل ايه ومش عارف انا بجري ليه، بس انا خايف من شكله بس، وهو بيجري ورايا لحد ما زي ما تقولوا كده وقعت جوه تربه وصحيت من النوم. ده كان الحلم اللي حلمته. الكيان او الشيء ده بيجري ورايا ليه؟ احنا كنا عايزين نعرف. الحلم ده مش عادي، مش مجرد اضغاث وخلاص، لا لا لا، في حاجه في الحلم ده. فقررت ان احنا خلاص حرقنا كتاب شمس المعارف، فاحنا محتاجين وسيله تواصل تانية، وهي كانت ويجا.
عرفنا طبعا ان ويجا المفروض تعتبر من وسائل التواصل مع الارواح والعالم التاني والكلام ده كله، ولكن احنا في مصر يعني يا جماعه، اتس ريل مش زي الافلام، فاهم؟ محتاجين شيء عملي مش مجرد كلام. قعدنا نلعب كتير قوي، ما فيش اي حاجه. كذا حد قال لنا طلسم معين نكتبه عليها ونرسمه عليها ونعمل حاجات معينه، مفيش حاجه. 3 4 مرات ما فيش قشاط بيتحرك وبتاع، يعني من ساعه اخر مره لعبناها وكلكم شفتوا طبعا الكلام ده في الفيلم والحاجات دي. ف هنعمل ايه؟ مش عارفين. طبعا احنا على ما يئسنا من ويجا فضلنا نلعب بتاع يومين 3 كده، كل يوم نقعد نجرب، كل يوم نقعد نجرب، نتقابل حتى لو ساعه نقعد نجرب فيها. فانا طبعا كل يوم الاحلام لازقه فيا، وحلم واحد بس، وهو ان انا بجري من شيء مجهول مش عارف ايه هو وخايف منه جدا. والشيء ده انا ما بشوفوش غير في الحلم، اللي انا متاكد منه بنسبه 100% ان الشيء ده يخوف وانا خايف منه وانه هيأذيني كمان. واخرة الحلم ان انا بتدفن وبصحى مخضوض مرعوب، قلبي بيدق، نفسي زياده، عرقان، مش عارف، بحسه حلم حقيقي. انا ناقص في مره اصحى الاقي رمل او تراب في جسمي وانا بجري، انا مش عارف. لحد ما في يوم قعدنا كده نلعب وزهقنا وخلاص، كانت اخر مره هنجرب فيها، ومؤمن ومنعم نزلوا وانا سبت ويجا ودخلت اوضتي. وبالصدفه كده وانا رايح الحمام بالليل لقيت ويجا ومكتوب عليها رسمه وكلمه. انا في القصه قلت ان احنا كلنا لقيناها، لا هو انا كنت لوحدي اللي لقيتها. كان مكتوب ايه على ويجا؟ كان مكتوب عترة، بالعربي بلون احمر ومرسوم رسمه كده غريبه، ما ركزتش قوي في الرسمه، ولكن عترة الدجال اللي عالج مؤمن اخر مره، واللي انا بتعامل معاه، اللي يعتبر قدرته عاليه جدا في الاعمال والسحر والكلام ده، بس مادي زياده عن اللزوم. طلعت التليفون، مؤمن منعم، انا شفت 1 2 3. خدت ويجا وحطيتها جنبي وعلى ما منعم ومؤمن جم بوريهم ويجا، لقيت مش مرسوم عليها حاجه ولا مكتوب عليها حاجه. وبالفعل كان ليهم حق ما صدقونيش. هما معتمدين على ان انا خارج من تعب او صدمه فبيتهيألي، بس انا متاكد منه ان انا لازم اروح لعترة. بس بعيد طريق الواحات، بعيد، باخد ساعات وانا رايح بالعربيه يمين شمال، بحاول اقول لمؤمن ومنعم يجوا معايا، لحد ما فعلا قالوا لي هنيجي معاك مفيش مشكله. ما كانش قدامي حل غير ان انا اتصل برضا، فاكرينه اللي كان جاب لي كتاب شمس المعارف اللي انا حرقته، وهو ده الشيء اللي خلاني ابقى متاكد اكتر ان عترة لازم يبقى موجود في الموضوع. لان انا حصل لي الكلام ده او الحلم ده ابتديت اشوفه بعد ما حرقت الكتاب بتاعه، اللي هو بالمناسبه ما يعرفش، انتوا مش عارف فاكرين الموضوع ده ولا لا، رضا اللي شغال معاه هو اللي جاب لي الكتاب وخد فلوس قصادها. فقلت اتصل بيه، ايه يا رضا بيعمل ايه وبتاع، الدنيا اخبارها ايه، عترة اخباره ايه، اعماله اخبارها ايه. ما كانش فيه اي شيء غريب، كان كله عباره عن كلام طبيعي جدا. بس عترة في كل مره بيكلمني، او احنا اتكلمنا 2 3، فما اقدرش اجزم قوي ان دي يعني ايه علامه لحاجه، بس هو كان طريقته مختلفه شويه، في حماس، كان بيكلمني بصوته، كان دايما يقول لي يا فنان اليوتيوب يا نجم اليوتيوب والكلام ده كله. ما المره دي مفيش، المره دي بيقول لي يا احمد وبتاع. قررنا تاني يوم نروح لعترة. وصلت ودخلت وانا قلبي مقبوض، كان في ناس موجوده، رضا قاعد، ازيك بتاع، تمام، قعدنا استنينا دورنا، دخلنا قعدت مع عترة وانا مستنيه يكلمني في موضوع شمس المعارف، ولكن ما كلمنيش. وامره قلت له انت عارفني يا عم الشيخ، انت عارفني، انا احمد وده مؤمن اللي انت عالجته قبل كده ومش عارف ايه ومنعم وكده، احنا يعني زباين عندك بمعنى اصح. فقال لي انا ماليش زباين في الموضوع ده، المجال ده بالذات ماليش فيه زباين، ما بحبش اللي يخش لي تاني،
قلت له ماشي ان شاء الله المره دي تكون الاخيره. قال لي المره دي بقى بخصوص مين؟ منعم؟ ما هو ده الوحيد اللي ما حصلوش حاجه. قلت له لا، بخصوص انا بحلم بكذا كذا 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 كل يوم. بص لي كده وقال لي ليه؟ ايه اللي حصل قبلها؟ نفس الفكره اللي جت في دماغك دلوقتي، ان انا ما اقولوش ان انا حرقت شمس معارف فحصل فيا كده، او النسخه بتاعته فحصل فيا كده. قلت له مش عارف، لوحدي كده تعبت ودخلت المستشفى ولوحدي يعني حصل لي كده، ما تكشف عليا كده تشوف الدنيا. قال لي ماشي، انا هحضر ايا كان اللي عليك، يعني لو عليك حاجه انا هحاول احضرها، بس قول لي حضرها على مين فيكم؟ ايه يا عم عترة؟ لا يا عم احنا مش عايزين نحضرها على حد، احنا كويسين، انت شوف شغلك. قال لي لو على واحد فيكم هاخد 10,000 جنيه، ولو على حد من عندي هاخد 20,000 جنيه. قلت له الضعف. طيب واضح ان الموضوع خطير، حضر على واحد من عندك. بالمناسبه ما بياخدش فلوس وهو قاعد، يعني بس عشان ما حدش يفتكر ان انا رايح له ب 20,000، لا هو ما بياخدش فلوس مره واحده وهو قاعد. رضا اللي بيتعامل في موضوع الفلوس ده وبتاع، فالموضوع بيبقى الكتروني شويه عن عترة. فالفلوس كده كده يعني امرها بيبقى يعني مختلف، لان هو كده كده يقدر يعمل فيك اللي هو عاوزه لو ما جبتش الفلوس يعني. ماشي، انتوا عارفين حضر على مين؟ الكلام ده يا جدعان انا شفته بعينيا، والله العظيم الكلام ده يعني بيحصل، والله العظيم بيحصل. عيل صغير، اللي جه عيل صغير دخل علينا، عيل صغير لابس جلابيه فلاحي، شكله عيل مبرمج. عارف العيال الصغيره المبرمجه دي، اللي هو لما ابوه ينده عليه لما يكون مثلا بيضربه بكرباج، ينده عليه الواد يخش الف، اللي هو ناقص يقول له بعد اذنك ممكن نتنفس. هو كان ناقص يعمل كده معاه. المهم الواد قعد قدامنا، وبدا عترة يعمل الحبشتكنات بتاعته دي والسحر والكلام ده كله، والواد ابتدى يترعش وعينيه بقت ثابته. الواد كان بيتحرك، كان بيبص يمين وشمال وعادي خالص، فجاه سبت واتسمر بالظبط. انا كنت يعني في اللحظه كده كنت عايز اقول له هتخشب ليه، وابتدى ينزل دم من بقه، ابتدى ينزل دم كتير. وانا قاعد ومؤمن ومنعم بنبص لبعض مصدومين، هو ايه اللي بيحصل؟ انا عايز اقوم اديله منديل، عايز اقوم اعمل حاجه، مش عارف اعمل ايه، المفروض اعمل ايه بصراحه، انا مش عارف. المهم عترة ابتدى يتكلم والواد ابتدى يرد عليه، بس الفكره ان ما كانش صوت الواد اللي رد على عترة اول مره او لما جه، صوت تاني خالص، صوت اخشن وحاد جدا، وبيدي الكلمه حقها، يعني في كل كلمه بيديها حقها زياده عن اللزوم، غيرنا نهائي. دي مش طريقه حد طبيعي، دي طريقه حد عنده يعني ايه، يعني اعاقه كده مثلا في لسانه في بتاع، يعني ربنا يشفي الجميع يعني. المهم هو اتبدل مره واحده، ابتدى ينزل دم من بقه، وانا قاعد انا ومؤمن ومنعم مش عارف نعمل ايه بصراحه. فجاه الواد ده قام وخرج بره، جاب يعني اناء كده، يعني فازه طويله يعني شكل حله مثلا وطويله، وجابها حطها قدامنا، وكان فيها ميه، يعني كان باين ان جواها شيء سائل يعني ميه. ولقيت عترة كتب ورق صغير كده مربع، وخلاهم 7 ورقات، وكل ورقه كتب فيها حاجه. اللي كتبه بعد يعني اللي بعد كده عرفته انه كان راسم رسمه في كل ورقه، وقال لي الرسمه اللي يوريها لك وتكون مألوفه بالنسبه لك قول لي عليها. قلت له حاضر. المهم الولد مبرمج، الولد ما بيبصليش يعني بيعمل لي كده، فانا اقول له اه او لا. فالاولى لا، راح مولعها وراح رميها في الطشت. الثانيه لا، ولع وارمي، ولع وارمي، وصلنا لحد رقم 7. كل رسمه يوريها لي اغرب بالثانيه ومش مألوفه بالنسبه لي، لحد ما شفت رسمه معينه قلت له اه دي مألوفه بالنسبه لي. راح عترة باصص كده وخد منه الورقه وقال له خلاص حط الطشت جنبه. فالواد جاب، او مش طشت يعني فازه طويله. المهم انا بصيت، ميه زي ما توقعت ورماد. عترة ابتدى يتكلم
وابتدى يقول لي انت معمول لك سحر ومتسلط عليك خادم. بصيت له كده قلت له طب هو مين مثلا اللي ممكن يعمل لي السحر؟ مفيش حد في حياتي ممكن يأذيني بالدرجه دي، وانا المفروض متحصن، يعني المفروض ما بيحصليش الكلام ده كله. يعني اخر مره الشيخ حصني يعني. وبص لي كده وقال لي قدره العالم ده اكبر من اي تحصين. قلت له مش عارف والله اجيبها لك ازاي، بس يعني انا مش مصدقك، بس ماشي انت ادرى يعني. قال لي حط ايدك الشمال في الطشت اللي جنبك ده من غير ما تبص فيه. انا بالفعل بصيت بس قلقت بعد جملته، خفت الاقي حاجه بصراحه. يعني انا شايفه ميه ورماد، لقيته بيقول لي يلا دلوقتي. حطيت ايدي. عارف ملمس الطين؟ جربت قبل كده تمسك بايديك طين؟ ده اللي كانت ايدي فيه بالظبط. انا ايدي بقت في طين، والله العظيم كنت شايفها ميه وفيها رماد، بس انا لما حطيت ايدي طين. ولقيته بيقول لي ايه، اقعد دور كده بايدك، لو مسكت حاجه قول لي. قعدت ادور، هو قاعد بيقرا حاجات وماسك البتاع بتاعته دي اللي هي انا مش عايز اقول عليها سبحه بصراحه، بس هي البتاع بتاعته دي وعمال يحركها كده، ويبص للبتاع اللي جنبه دي، بتاع كده بتطلع دخان بيبص عليها، وقام قايل لي ايه، ها وانا عمال ادور اقول له مش لاقي حاجه، يقول لي دور كويس. من هنا لهنا راحت ايدي خبطه في حاجه، والله العظيم ايدي خبطت في حاجه بتاع فاضي، وانا قعدت اعمل بايدي كده يعني لفه هي ما وسعتش ايدي، ما عملتش، لا هي انا متاكد ان البتاعه دي ظهرت مش كانت موجوده. ومسكت شيء مربع زي ما يكون قالب طوب حاجه كده، فقلت له مسكت. قال لي بس سيبه وقوم اغسل ايدك. قلت له حاضر. راح جه الواد الصغير واخد الطشت من جنبي واداه العتره، وانا خرجت بره اغسل ايدي. فبقول لرضا فين الحمام؟ قال لي الحمام اهو بس خلي بالك. بصيت له جوه قلت له خلي بالي من ايه؟ ففي ناس قاعده، انا متاكد ان هو ما رضيش يتكلم عشان كده. فقلت له خلي بالي من ايه؟ فبص لي كده قال لي روح بقى الحمام خلاص. ايوه يا رضا خلي بالي من ايه؟ قول لي. قال لي روح بقى الحمام. انا ما فهمتش، ورحت داخل الحمام واغسل ايدي بس بفكر في كلامه. بيقول لي خلي بالك، وقبلها كانت المكالمه اللي انا شاكك فيها دي، بس مش عارف. المهم دخلت ولقيت عطره مسك يعني بتاع اللي انا طلعتها دي بتاع صفيح، فلقيتها مغسوله تقريبا، غسلها معرفش ايه اللي حصل، بس هي كانت نظيفه. وفتحها لقيت جواها ايه بقى؟ لقيت جواها عظمه. ايوه عظمه طويله زي ما تكون عظمه فراخ، عظمه بني ادم، الله اعلم، عشان مفتيش. هي عظمه ملفوف حواليها ورقه وملفوف حواليها صوره ومربوطه بشعر. انا ما شفتها كده قلت له طيب ده العمل، هاتوا بقى نحرقه. لقيته بيقول لي لا انا بس بوريك العمل اللي معمول لك، انت اللي هتروح تجيبه وتحرقه. بصيت له كده وقلت له طب تمام كويس، مدفون فين بقى العمل يعني؟ ما هو قال لي لا ده مش هينفع، لازم تجيب العمل في مكانه اللي موجود فيه دلوقتي، لان هو بيتجدد كل شويه. قلت له بيتجدد؟ ما هو متعرض لهوا يا متعرض لميه يا مدفون. لقيته بيبتسم كده وقال لي مدفون. انت متخيل طبعا اللي انا يعني اللي حصل لي؟ متخيل التفكير؟ هو قال لي انت اللي هتروح تجيبه قبلها، بعد كده قال لي مدفون. ممكن ده يفسر الحلم؟ ممكن ده يفسر الحلم؟ يفسر ان انا كنت بجري وفي الاخر بتدفن؟ طب والشيء اللي انا كنت بجري منه ده ايه؟ يعتبر انا زي ما تقول كده يعني ايه ماشي خطوه خطوه، والحلم ده هو كل حاجه. بس انا لغايه دلوقتي مش فاهم برضو يعني. ماشي اوكي تراب منعم مؤمن طبعا ايه، احنا مش جايين بدون اي كلام كده. وطبعا انا رغاي ما بخافش، او المعروف عني ان انا ما بخافش، بس الحقيقه انا بخاف جدا. المهم قال لي على التراب، والحمد لله ما كانتش بعيده زيه يعني، هو بعيد والتراب الحمد لله كانت اقرب ليا منه. وخلاص
كان المفروض طبعا ماشي سلام عليكم، والمره الجايه بقى الفلوس والكلام ده كله، وانا ماشي وكده خلاص. انا مش عايز اروح له تاني بسبب مشواره، بس مش مشكله. المهم روحت بيتي وانا عارف مكان العمل والتربه اللي هلاقي فيها العمل، هو وصفها لي. دخلت البيت ونمت وحلمت بالحلم تاني، بس المره دي اللي كان بيجري ورايا كان بيوقع دم. ليه؟ لان انا اكتشفت ان التراب اللي انا فيها دي في الحلم ما كانتش بتخلص، هي عباره عن دايره، وزي ما تقول بنجري ورا بعض زي القط والفار. ده كان الحلم. وبالمناسبه الرسمه كان فيها دايره، دي برضو كنت تقريبا بدات افسر، بس اللي مخليني عارف ان الدم ده بيقع منه هو ان الدم كان اسود، واللي بيجري ورايا كان بيوقع دم اسود. برضو ما شفتوش، برضو ما اعرفش شكله. المهم صحيت تاني يوم وانا خلاص ناوي اروح تراب، والمشكله ان هو حدد لي ميعاد اروح فيه. هو قايل لي بعد مثلا 5 بالظبط تنزل من بيتكم، والطريق ممكن ياخد ساعه يعني هروح هناك والجو ليل. انا مكتوبالي انا لازم اموت، التراب دي بتحبني قوي. المهم ركبت العربيه ووصلت التراب ودخلت التراب بالليل. عارفين صوت صرصور الحقل ده شغال، عارف صوت البومة موجود، عارف صوت الديابة والحاجات المتوحشة دي اللي هي بتبقى بعيدة عنك بس زي ما تقول بتقرب، موجود. كل الأجواء كانت تخوف، ريحة المكان كانت تخوف. دخلت وانا عيني عمالة تجري على الأسماء، لأنه قال لي اسم معين هلاقي فيه العمل. وبالمناسبة زي ما تقول انا همبش التربة، بس انا همبشها لصالح خير، انا عايز اخلص نفسي من العمل. فتحت التربة ونزلت وانا رجلي بتقدم خطوة وترجع خطوة. نزلت وانا معايا 2 فلاش غير المصباح اللي انا سايبه على السلم، ولقيت الجثة متكفنة بكفن ابيض نايمة قدامي. كان مديني مقص معين افتح بيه العمل، مقص كده شكله غريب وحديد كده كله. ونزلت وقطعت الكفن. مش قادر يعني افتكر بصراحة، المنظر كان صعب. كفن تفك كده، تفتح تلاقي الوش في قطن هنا، في قطن هنا، في قطن هنا، وتشيل القطن ده يظهر قدامك ملامح الميت اللي كلها باهتة وشحبة جدا وبيضة. ومش قادر انسى ساعتها اني ما كنتش سامع اي حاجة غير ضربات قلبي. انا فوق سامع اصوات كتير، تحت انا مش سامع اي صوت غير صوت نفسي اللي في الزيادة في كل نفس عمال يزيد. والجوانتي اللي انا لابسه فتحت بقه، ايوه، وقربت ايدي على بقه عشان افك الحبل. هو العمل جوه بقه ومتخيط، مفيش دم. فكيت حبل وطلعت العمل، كيسة ملفوفة. فتحت الكيسة البيضة، عظمة جواها ورقة، جواها صورة مربوطة بخصلة شعر سودا. طبعا امسكتها كده في ايدي ورحت قالع عليها الجوانتي وسبت كل حاجة زي ما هي، ما رجعتش حاجة. وخارج طالع على السلم بمسك المصباح، سمعت الصوت ده، اترعبت، دقات قلبي بقت 2000 في لحظة. لفيت بالراحة عشان ابص على الجثة، لقيت عيني مفتحة. فضلت اجري، اول ما لقيت شكله كده
المشكله ان انا ما جريتش كده وخلاص، لا انا سبت العمل وسبت المصباح وسبت كل حاجه مكاني وفضلت اجري في التراب ما بتخلص. ايوه انا ما وصلش للنهايه، مفيش، انا حاسس ان انا بجري في مكاني، التراب ما بتخلص. مش بس كده، انا زي ما تكون بتضيق عليا، زي ما تقول الشوارع او الطرق اللي انا شايفها دي بتضيق، وفضلت ابص حواليا زي ما يكون الحلم بيتعاد بالظبط، ولكن الحمد لله مفيش حاجه بتجري ورايا، بس انا بجري من حاجه، العمل سبته مكانه. هرجع اجيب، هضطر ارجع لنفس التربه مع الجثه. بدات ارجع والطريق كان اسرع، معرفش ازاي، زي ما تقول كل حاجه عايزاني ابقى جوه التربه دي. الحمد لله ان الكشاف لسه شغال ما فصلش، وجه خدت خطوه ونزلت على السلم وانا شايف العمل وباخد العمل، وعندي فضول جدا ابص للجثه دي تاني. بصيت مش موجوده. يعني ايه مش موجوده؟ والله العظيم ما لقيتهاش في التربه. سبت كل حاجه زي ما هي ما عدا العمل، واخده وطاير على العربيه. ركبت العربيه وقعدت جواها اخد نفس من الجري، وبدات اسمع الصوت ده تاني وابص حواليا يمين وشمال، مش شايف حد، مفيش حد غيري، الدنيا ضلمه زي ما تقول الساعه 3 بالليل. دورت العربيه وفضلت اجري وانا عمال افكر الجثه راحت فين، وايه الصوت اللي ملاحقني ده، زي ما تقول تنهيدة واحد او تنهيدة بشري، مش عارف الصوت ده ايه. ولكن وانا ماشي سمعت صوت خبط في شنطة العربية، حد بيخبط من جوه شنطة العربية. اللي بتفكر فيه نفس اللي انا بفكر فيه دلوقتي، بس انا مش هقف بالعربية اشوف ايه اللي بيخبط ورا غير لما ابقى في القاهرة، وابص على المرايات اشوف الطريق، مراية الصالون، مرايات يمين وشمال، وتخيلت بحد قاعد جنبي، ببص لقيت الجثة. بس اللحظة بالظبط معرفش ده كان بيتهيألي ولا كان حقيقي، انا شفت الجثة اللحظة جنبي. فاكر العين المبرقة البيضة، البق اللي نازل منه بقية الخيط المتقطع، الكفن الابيض. ولكن انا اللحظة اللي انا شفت فيها الجثة دي وقفت العربية وانا عايز احط حد لكل ده. انا هنزل افتح الشنطة اللي عمالة تخبط دي. وقفت قدام الشنطة، بس انا لما وقفت بالعربية بطلت تخبط، او لما شفت الجثة جنبي بطلت تخبط. رفعت فتحت شنطة العربية، ما لقيتش حاجة جواها. ركبت العربية ورجعت، الحمد لله مفيش حاجة تانية حصلت. ودخلت بيتنا، كلمت منعم ومؤمن، قلت لهم ان انا معايا العمل، ان خلاص انا هروح لعترة بس كمان كام يوم. ودخلت اخد دش، دخلت الحمام وانا بستحمى سمعت الصوت الوحش جدا ده تاني، بس مرات فضلت الف حواليا. خلاص مسكت الفوطة في لحظة وقربت على الباب وفتحته وخرجت. دخلت انام وصحيت على صوت واحد عمال يصرخ وعمال يتعذب. قمت وانا في نور عليا انا والسرير بتاعي بس في الاوضه، في نور جاي علينا احنا الاتنين بس، وفي 3 واقفين قدامي، واحد قاعد على الكرسي ومتكتف، و2 واقفين قدامه بيخيطوا بقه،
وهو عمال يتعذب والدم نازل عليه، وانا عمال اتفرج لحد ما لقيته يعني زي ما تقول بيستنجد بيا، عامل لي ايده كده وبيستنجد بيا. قمت من على السرير. اول ما وقفت على طولي لقيت نفسي نايم، منظر اتغير 180 درجه، ولقيت السقف في وشي وانا على السرير ومفيش حاجه. مفيش حاجه. كان حلم تقريبا ولا كان حقيقي؟ مش عارف. طبعا قمت بقى خلاص، يعني مفيش حاجه حصلت. انا اللي متضايق منه هو ليه عترة ما قاليش احرق العمل اول ما اجيبه، يعني ليه عايز ياخد العمل تاني؟ ده اللي انا كنت مستغربه. المفروض الحاجات اللي زي كده بتتحرق على طول. هو قال لي ما تحرقوش، خليه ضروري، واكد على النقطه دي. بس انا كان لازم افتح العمل واشوفه، وفتحته شفته. تاني يوم ركبت العربيه وطلعت على عترة. قبل ما اتحرك جات لي مكالمه من رضا، قال لي هات اللوح ويجا اللي معاك. انا استغربت، قلت له ليه؟ قال لي عترة محتاجه عشان يعرف يخلصك من اللي انت فيه. طبعا هو اول ما قال لي عترة محتاجه، انا مش عايز اكتر ومش عايز اوصل له لنقطه ان هو يفكر في شمس المعارف فممكن يعرف فمش عارف ايه، فاهم؟ تمام، هو هجيبه لك، حاضر ماشي. كده كده هو مش شغال اصلا، بايظ عندي، ماشي. المهم ركبت العربيه وخدت معايا اللوح ولفيت حواليه كيس اسود بلزق وداريته كله، واتحركت على عترة. وصلت. في الطبيعي بيبقى فيه ناس، المره دي ما كانش فيه حد خالص، ما كانش فيه حد غير رضا قاعد مستنيني. اول ما دخلت سلم عليا. اول ما سلمت عليه حسيت بورقه في ايدي، حسيت رضا عايز يقول لي حاجه ومش عارف. في ورقه في ايدي وماسك في ايدي جامد، واللي هو باين يعني انه بيغمزني او بينكشني، يعني باين يعني. وعلى غير العاده لقيت عترة بينده عليا من جوه وبيقول لي تعالى. قلت له تمام. في ايدي الورقه. في لحظه، في منت الا منت، فكرت هخش الحمام واجيلك، ورحت داخل الحمام. فتحت الورقه، صدمت من المكتوب فيها. لقيت رضا بيقول لي نصا كده ان عترة هو السبب في كل اللي انت فيه، وعرف حوار شمس المعارف وان انت حرقته ومعمول عليه يعني سحر، ان اي حد يعني يأذي شمس المعارف او يستخدم الكتاب استخدام مؤذي مثلا للي عليه، ان اللي عليه هيجي يأذيك، وان ده سحر وعترة هو اللي عامله، وان لو ما خدش حد في طريقه هياخد صاحب الكتاب. ففيما معناه ان اللي عمل اللي انا فيه ده كله عترة، عشان شمس المعارف، عشان انا حرقته. ولو هو ما خلاش السحر او العمل او اللي متسلط على الكتاب ياخد حقه مني، هياخد حقه من عترة. طبعا انا للحظه كده الدنيا لفت بيا. طب انا دلوقتي موجود في المكان او في البيت اللي بيأذيني موجود فيه. خرجت وانا مصدوم، ولقيت رضا بيبص لي بيقول لي خلي بالك. فهمت يا رضا دلوقتي معنى الكلمه دي. ودخلت العترة وانا في ايدي العمل وفي ايدي اللوح. قعدت على الكرسي ولقيت الواد قاعد جنبه عينيه بيضة، بمعنى اصح متحضر عليه جاهز، وعترة قاعد في وشه ابتسامة غريبة. وعترة ابتدى يتكلم، وزي ما تقول كانت قعدة صفا، وبدأ يقول لي ان انا اللي عملت فيك كل الكلام اللي قاله لي رضا. عترة قاله لي دلوقتي، انا اللي عملت فيك كل ده عشان خاطر شمس المعارف، وان لازم شمس المعارف ياخد واحد بدل ما ياخدوني انا ياخدك انت، وانت خلاص بالفعل العمل معمول لك وخلاص، انت تم عليك، مش ناقص اي حاجة غير ان انا اتواصل عن طريق لوح ويجا اللي معاك، اللي انا من غبائي لما دخلت سمعت كلامه واديته للواد. ولكن مسك اللوح وبدأ يقطع الكيس، لقى لوح خشب فاضي
مفيهوش اي حاجه. بصلي وهو عينيه كلها رعب، والاول مره اشوف عترة خايف، وبصيت في عينيه وابتسمت نفس الابتسامه اللي كان بيبتسمها لي في الاول. ده اللي انا كنت مستغربه. المفروض الحاجات اللي زي كده بتتحرق على طول، هو قال لي ما تحرقوش، خليه ضروري، واكد على النقطه دي. بس انا كان لازم افتح العمل واشوفه، وفتحته شفته واتصدمت من اللي جواه. هو اللي كنت لقيته عند عترة، وده يفسر ان المربع كان جواه العمل بتاعه، اكيد شبهه. عظمه ملفوف فيها ورقه، الورقه دي مكتوب فيها شويه كلام وحاجات غريبه كده. الورقه دي ربع ورقه من ورقات شمس المعارف، مرسوم فيها رسمه معينه. الرسمه دي اللي انا فاكرها على لوح ويجا لما كان مكتوب تحتها اسم عترة، لما انا الوحيد اللي شفتها، محدش شافها تاني. ظهرت لشويه، شفتهم، دخلت انده مؤمن ومنعم، لقيتها مش موجوده. هي نفس الرسمه، ولقيت صورتي مرسوم عليها طلاسم وحاجات غريبه، والشعر ده معرفش شعر ايه. ساعتها بدأت تتربط في دماغي كلام رضا وهو بيقول لي خلي بالك، وان انا ما احرقش العمل، وانه كان عايزني اروح لوحدي، وانه عايزني كل شويه دلوقتي. عشان كده هو طلع العمل بكل سهوله، ولغايه دلوقتي ما طلبش فلوسه، لانه اصلا انسان مادي. واضح جدا ان ده في مصلحته. انا مش هنفذ كلامه. اول ما شفت النظره دي على عينيه، نظره الرعب، اول ما اكتشف ان اللي في ايده ده لوح خشب عادي، وانه ده مش ويجا، ابتسمت له ابتسامه كده، قلت له ما انا عارف ان انت اللي عامل لي العمل. كنت عامل حسابي في ولاعه، والعمل كان في ايدي عليه اكياس، وكده كده في ورق، وهو بيكلمني كنت ولعت فيه. في اللحظه دي قام هجم عليا، ولكن النار كانت مسكت في الكيس ونزلت على الورقه ومسكت في العمل كله، ووقعنا احنا الاتنين على الارض. بس انا قمت بسرعه مستني بقى يهجم تاني عشان هبدا بقى استخدم دراعي، ولكن هو حاول ينقذ العمل على قد ما يقدر. وحصل الشيء اللي ما كنتش اتوقعه ابدا. الطفل الصغير اللي كان موجود بدأ يهاجم عترة، بدأ يخربش فيه ويخنق فيه. الواد كان شكله عافي جدا، عترة برضو كان جتة شوية، فالواد ده كان قايم بعترة وزيادة. الحمد لله انه ما كانش متجه عليا خالص، والا كده كان زمانه سفلتنا احنا الاتنين. كل اللي عملته ان خرجت جري بره الأوضة وسبت الواد ده ماسك في عترة. فجأة اول ما الواد الصغير ده قام هجم على عترة، الواد كان قوته وصحته جامدين قوي. انا اكيد ده كان متحضر عليه مش طبيعي، عينيه كانت بيضة اصلا. بدأت اسمع صوت خبط في الحيطة، صوت الزوم اللي كنت بسمعه، حدوة الحصان اللي مؤمن ومنعم كانوا بيحكوا لي عليها بيسمعوها في المستشفى اللي انا كنت فيها. بدأت اسمعها. اول ما سمعت الاصوات دي كلها مسكني خوف مش طبيعي من المنظر. لأول مرة يحصل لي حاجات زي كده، مخي مش عارف يعني ترجم تصرف واحد. كل اللي عملته اني كسرت الباب وطلعت جريت بره. شافني رضا جري ورايا، الحيطان كلها كانت بتخبط والمكان كان تحسه بيتهز، ولا ما عارف انا اللي كنت مشوش، مش عارف. بس هو رضا جري ورايا وطلعنا احنا الاتنين بره، والمكان اتهد. والله العظيم المكان اتهد، زي ما تقول في زلزال ضرب الحيطان ووقعت، وعترة والطفل جوه. انا جريت بره وانا بدمع. انا مش عارف ايه كل ده، مش عارف ايه اللي وصلت له ده كله، ولا ايه اللي دخلني في كل ده. بس انا العمل بتاعي اتحرق، ورضا معايا ساعدني كتير. لولا الله اعلم كان زماني تحت الانقاض دي. بس مع التراب والصوت خدت العربيه انا ورضا ورجعنا.
الحلم بطل يجيلي، بدات احس ان طبيعي زي بقيه البشر. وحكيت لمنعم مؤمن على اللي انا شفته، ما كانوش مصدقين. بس في حاجه، جات لي مكالمه من رضا بيقول لي ان الحكومه لما جت ولقيت المقبره وبتاع والتراب وقعت وبتاع وبداوا يشيلوا ويشوفوا الانقاض والكلام ده كله، ملقوش ولا جثه، ولا جثه كانت موجوده، ولا الولد ولا عترة. انا ورضا بنتكلم في التليفون، بيقول لي ازاي احنا شايفينهم بعينينا جوه الاوضه، ملهاش مخرج تاني، محدش خرج ورانا. لقيته بيقول لي عترة ده غير قابل للموت. خلصت الحلقه طويله، عجبتكم؟ يا رب تكون عجبتكم. في حاجات خفيفه كده انا مزودها، وفي حاجات انا مش مزودها. شوف انت بنفسك انا اللي مزوده وانا اللي مش مزوده، وقول لي رايك في الكومنتات تحت. متنساش تعمل سبسكرايب، في حاجات جايه حلوه كتير. على فكره دي مش نهايه عترة. سلام.